الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. الله الذي خلقكم ثم رزقكم. طيب، مما لا شك فيه أن المتفرد بالخلق هو الله، صح ولا لا يا اخواننا؟ المتفرد بالخلق هو الله. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى في سورة لقمان: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله. قضية محسومة ولا ما محسومة يا اخوان؟ هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وفي سورة فاطر: يا أيها الناس، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ أجيبوني يا أخوان، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. عشان كده المتفرد بالخلق الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في أوائل سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. حتى الموت مخلوق يا اخوان، والحياة مخلوقة، لأنه في لحظة من اللحظات الدنيا دي حيحصل لها ايه؟ خراب ودمار. حتى أن الموت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري: يؤتى بالموت في هيئة كبش أملح فيوضع ما بين الجنة والنار فينادي مناد: يا أهل الجنة أتعرفون ما هذا؟ يقولون: هذا هو الموت. ويا أهل النار أتعرفون ما هذا؟ يقولون: هذا هو الموت. فيذبح الموت فينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. عشان كده ربنا قال شنو؟ الذي خلق الموت والحياة. ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو على كل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا. طيب، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ايش؟ رجوما للشياطين. ما في شك يا اخواننا بأن المتفرد بالخلق هو الله. عشان كده يا اخواننا الله الذي خلقكم. طيب، ما دام خلقنا حيتكفل بالأرزاق، وأغلب الناس الآن خايفين من الرزق، صح ولا لا يا اخواننا؟ أغلب الناس خايفين على الرزق. لا، خلقك أيوه حيرزقك. طيب، خلقك رزقك حيكتلك. 3 حقائق ما في. عشان كده قال: الله الذي خلقكم ثم الله الذي خلقكم ثم لا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وتاني: ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وفي سورة العنكبوت: وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم والسماء بنيناها بأيد وإنا
لموسعون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي مسند الإمام أحمد يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تتعب وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. قضية محسومة، صح ولا لا؟ يا ابن آدم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، لأنه ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عبدت الله الباقي سائل، اي والله. لكن بعض الناس عندهم شك حتى في العبادة، إشكال كبير. عشان كده كل من حقق العبادة تكفل الله له بالرزق. وأكبر دليل وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك إيش؟ لا نسألك رزقا، نحن إيش؟ نحن نرزقك. عشان كده يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. الله الذي خلقكم ثم إيش؟ رزقكم ثم يميتكم. حنموت يا أخوان ولا ما حنموت؟ الحقيقة دي في ناس ما عارفينها والله، لكن حنموت. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كده أي إنسان حيلقى عمله قدام. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وفي ناس